فاصبح انا النهارده عايزاكم تخرجوا من المسابقه حاجه تانية في حته تانية اللي هي تخصني، اللي هي ايه؟ كل واحد كان عنده هدف يبتدي يسالني بعد الكومبيتيشن، دكتور النكست ستيب هعمل ده ازاي؟ يعني انا عايزه انزل بقى، انا عايزه اعمل اكشن. لان طول الوقت ناس بتتكلم، تلاقيهم عمالين يتكلموا، طب حضرتك بتدرس، طب حضرتك بتشتغل، طب حضرتك عملتي حاجه؟ لا، بس هي عماله تتكلم. فدي اسمها الممارسات، الابلكيشنز بتاعتنا. اكتبوا الكلام ده. قليلين طبعا اللي انا شايفاهم ماسكين ورقه وقلم. نمبر 1 في النجاح يبقى دايما معاك ورقه وقلم وتاخد منت. سقفوا لها بقى سقفه كده معاكي. برافو، كاتباها كمان. طب ما تطلعي لنا الورقه كده، ده مش هيضايق، ده احنا معانا ناس جامده قوي. قولي لنا كاتبه ايه؟ لا بجد ده هايله. سقفوا لها سقفه بقى كبيره جدا. ده قليلين قوي اللي بيعملوا الكلام ده. ليه؟ نعم؟ مكاتبين انتوا عايزين؟ هايلين هايلين. كتابة الهدف. طب احنا بنكتب الكلام ده طب لما بدخل ميتنج وتكتبوا وراكوا الحاجات. انا من اهم الميتنجز اللي عملتها في حياتي، وكنت حمد ربنا قوي ان انا ماشيه على طول بالنوتس بتاعتي والقلم بتاعي، ومع احترامنا كامل للتكنولوجي، وانا مش هروح اجيب النهارده اللابتوب واقعد اكتب. من اخطر الميتنجز اللي عملتها ووصلت فيها الاوبورتيونيتي، كانت خطيره، وكان عندي عمري ساعتها 25 سنه، في الاسانسير. في الاسانسير. هو انت متوقعه في الاسانسير هتعملي ميتنج؟ في اي حته والله. كان هو مطلع عيني، انا يعني كان مطلع عيني ومش عارفه اقابله خالص، وكل ما اكلمه الحرب الشرسه مع الرائعه دايما اللي بنقابلها في كل شركه، هو حد يقول ان انتوا من حد ماسك البوزيشن ده الاكزيكتيف سيكرتري، يعني اسم الله على مقامهم، ربنا يكرمنا بيهم، هايلين على راسي. بس كانوا بيطلعوا عايز اخد ميعاد، مش عايز اعمل حاجه، مش فاضي، مشغول، وهو مش مشغول بس مشغول. يعني انا واحده من الناس اللي بفعل مواعيد عادي لو عندي افيلبل تايم. ايه اللي حصل يا جماعه؟ مش اخر الدنيا، لا. سام تايمز في ناس كده اللي هي ايه، طول الوقت كراس عليه. طب حصل خير، فضلت وراه، طالع من مكتبه، قابلته في وشه، قلت له انا هتكلم معاك، انا عايزه اقول اللي انا عايزه اقوله. اوكي، انت مين؟ انا فلانه. ورا بعض بقى، وش بيسف بقى، ما انت عايز تلحقيه بقى، ده فلان ابن فلان اللي في كتير بقى، فلانات كتير في بعض، فانت مش هو مش طايق نفسه. انت هتعملي ايه؟ لا انا هقول لك اللي انا عايزاه، انا هقول لك الاوفر بتاعي وهقوله لك دلوقتي. نزلنا في الاسانسير، قبل ما ننزل تحت اسوار ما ده حصل، كان شبه الديل بيخلص، وهو بيتكلم بيقول لي طب انا عايز كذا، انا بكتب بقى وراه، طب انا لو هتعمليها لي هعملها، طب كذا اوكي، طب كذا اوكي، ودن ورا بعضه قفلت الديل. انت عايز تلحقي وراه بالذمه بقى، ان شاء الله لما يخرج ده من الاسانسير ويطلع كده اجي اقول هو كان بيقول ايه، ما انا هنسى. هتطلعي تقولي انت لازم تسجلي، لازم تاخدي نوتس. الناس اللي بتاخد ملاحظات وبتدون، ده سيكريت، ده سر رهيب، لانك بتلحقي a lot of opportunities بتطير من قدامك مش لاحقه. تكتبي، انا اعني كلمه written، تكتبي.